طبعا الجماعه الصراحه ما قصروا لما دروا اني انا قاعد اصور مقطع وكذي، فقالوا احنا راح نقدم لك يعني شاي مجانا، وهذا من ثقافتهم صراحه. يعني الصينيين معروفين عنهم باهل الكرم، فيعني حبينا نتشارك معاكم في بعض الشغلات اللي انا يعني جربتها. طبعا الشاي هني يشربون الشاي الاخضر الاساسي عندهم هني، طبعا يعطونك اياه من غير مغلفات، تحط الشاي هني بعدها تصب الماي. طبعا قبل لا تسقي فنجالك لازم تحط الفنجال بهذا المكان وتغسله بالماي الحار عندهم بهذا الشكل، دائما يطلع برا منه. نرده ثاني مره هني ونسكر على الشاي، عقب نحط الصفايه في هذا ونصب الشاي هني. عقب ما تصبه تقلب يعطيك لون الشاي، وعقب تصب في هذا الكاس صغير. بعد ما تصب الشاي في عندهم طريقه الشكر، انك تطق على الطاوله بالاصابع الاثنين، هذه معناته ان شكرا حق اللي صب لك شاي من الثقافه الصينيه، وتاخذ الشاي وتشرب، وشاي الصيني الجميل. طبعا انا صراحه احب استلذ بطعمه بروحه، لان عاده معاه ورد او معاه الياسمين. بعض المرات انا احب اشربه الصبح خاصه مع العسل، او حتى وقت العصر احب احط معاه قفشه عسل واشربه عفوا مع الشاي الصيني. لكن الشاي الصيني فعلا له قيمه، وقيمته جدا عاليه في الصين، وانصحك تجرب الشاي الاخضر الصيني.